تخيل إن الخيانة مش قصة فرد، لكن إرث بيتوارث من أب لابنه. في قلب صحراء سيناء وعلى مرأى من الجميع عاش رجل بوجه البدوي البسيط، لكن خلف هذا الوجه كانت واحدة من أخطر شبكات التجسس لصالح إسرائيل، سليمان ترابين. اسمه ما كانش بيتردد في الإعلام كتير، لكن ملفه في المخابرات كان مليان أسرار وخرائط ومعلومات كادت أن تغير ميزان الصراع. القصة ما انتهتش بإعدامه، لكن ابنه قرر يكمل نفس الطريق. كيف سقط الأب وكيف نجح الابن في الإفلات؟ وهل كانت الخيانة اختيار أم قدر مكتوب لعائلة كاملة؟ قبيلة الترابين هي قبيلة بدوية بتعود أصولها إلى ما قبل الإسلام، وكانت في الأصل بتسمى قبيلة بني عطية، ومع كثرة البطون والتفرعات والانتشار اتحولت إلى قبيلة الترابين، وانتشرت في شبه الجزيرة العربية والأردن وفلسطين وصولا إلى سيناء حيث تدور أحداث قصة اليوم. بعد نكسة عام 1967 وأثناء احتلال إسرائيل لشبه جزيرة سيناء، تحالفت المخابرات المصرية مع كل القبائل العربية تقريبا في الوقت ده، وكونت منظمة سرية تحت اسم منظمة سيناء العربية، وكانت تحت إشراف وتدريب رجال المخابرات المصرية، وكان الغرض منها لم شمل أبناء مصر ومحاربة العدو الصهيوني. وبالفعل انتشرت الأعمال الفدائية ضد الأماكن العسكرية وجنود جيش الاحتلال بسواعد أبناء قبائل سيناء، وكترت الانفجارات ودب الرعب في قلوب قوات الاحتلال. وهنا تحرك الموساد الإسرائيلي وأدرك خطورة المنظمة، وكان لابد من اختراقها وتصفيتها، أو على أقل تقدير تصفية قادة القبائل المشاركين فيها. واللي تولى المهمة ضابط المخابرات الإسرائيلي شليم إليعازر، وبدأ في البحث عن هدفه من ضعاف النفوس. وظهر أمامه سليمان عودة ترابين، شاب مستهتر يسيل لعابه أمام المال، جنيده من قبل الموساد الإسرائيلي لرصد تحركات الخاصة بأعضاء المنظمة وأماكن تواجد الفدائيين. وبالفعل أرشد عن الكثير منهم وتسبب في مقتل الكثير من أبناء عمومته ووطنه وأرضه، وما كانش بيهاب حد، لدرجة انه كان بيستقل سيارات جيش الاحتلال، وكان على استعداد انه يبلغ عن ابوه نفسه مقابل المال. ومرت الأيام بسرعة وقامت حرب 6 أكتوبر، وتلقى الإسرائيليين هزيمة نقراء وخرجوا من شبه جزيرة سيناء. وقتها سليمان عودة أدرك استحالة المعيشة في سيناء بعد خروج الصهاينة، فخرج معاهم يتبعهم وكأنه الكلب الوفي لسيده، وكان متزوج من سيدة وكان ليه ابنة. رفضت الخروج معاه هي وبنتها، واستقر في الأراضي الجنوبية من فلسطين المحتلة، وتزوج من إحدى الفتيات الفلسطينيات من عرب 48، وصدر ضده حكم في مصر بالسجن المؤبد. فجري على رجال الموساد يطلب حمايتهم، وبالفعل قامت دولة الاحتلال بمنحه الجنسية الإسرائيلية، وظن كده انه في مأمن. ولكن أبناء قبيلته كان لهم رأي تاني، فتم التبرؤ منه تماما، وصدر أمر عرفي من زعماء القبيلة بإهدار دمه، وتم نصب كمين ليه، ولكن نجح في الإفلات منه بمعجزة، وهرب لمنطقة أبعد في الأراضي المحتلة. في عام 1981 أنجب ابنه البكر عودة أول الذكور، فزرع في عودة الخسة والخيانة، وسقى ابنه من كاس الخيانة والحقد على بلده مصر وأبناء قبيلته وعشيرته. ومرت الأيام وكبر عودة وأدرك هو كمان شهوة المال، وما وجدش إلا الخيانة طريق للكسب السريع. على الشريط الحدودي بين مصر ودولة الاحتلال عام 1990 طفل صغير لا يتجاوز من العمر 9 سنوات يقود قطيع من الأغنام والماعز، يقف كل يوم يشاهد الجنود المصريين وهم بيتحركوا أمامه لتأمين الحدود المصرية بعد توقيع اتفاقية السلام اللي كانت بتجبر الجانبين على عدد قليل من الجنود، أما العدد الأكبر بيكون لقوات حفظ السلام متعددة الجنسيات.
وبرغم صغر سنه إلا إن الحقد والكراهية كانت بتملأ قلبه تجاه مصر وكل ما يمت لها بصلة، لأنه تربى على كره مصر. كان بيتحرك يوميا على الشريط الحدودي من الجانب الإسرائيلي اللي عاش عمره يحمل جنسية دولة الاحتلال بعد تجنيس أبوه بالجنسية الإسرائيلية. كان بيحفظ الطرق والأودية والصحاري عن ظهر قلب، لأنه كان بيعد العدة للانتقام من البلد اللي خانها أبوه، وما كانش شايف إن اللي فعله أبوه خيانة، وكان شايفه أمر عادي ما يستحقش إنه يهرب أو يحكم عليه بفترة عقوبة مؤبدة ويهدر دمه من قبيلته وعشيرته. ومرت السنين وعودة بقى عنده 17 سنة، وكترت الأنفاق بسبب قلة الارتكازات الأمنية من الجانبين، وأصبح طريق الأنفاق هو السبيل والطريق الوحيد للكثير من التجارة الممنوعة. وكان هو أحد أسياد الطرق، لأنه كان بيحفظ خريطة الأنفاق والطرق عن ظهر قلب، وبدأ يتردد على أخته المصرية في مدينة العريش. فكانت أخته بتستقبله لأنه في النهاية أخوها الصغير. وهنا أدرك رجال الموساد الإسرائيلي إن الشاب الصغير هيكون كنز حقيقي، فطلبوا منه إنه يشتغل معاهم، وعرضوا عليه إنه يمدهم بكل المعلومات الممكنة اللي يقدر يحصل عليها أثناء زيارته لأخته في العريش. فعرض عودة على الموساد إنه يجند من الجانب المصري اللي يقدر يقنعه بالتعاون معاهم، وطلب منهم إنهم يمدوه بالمخدرات وهو يبيعها في مصر لضرب المجتمع المصري وتفكيكه. وطبعا انبهر رجال الموساد بعقليته الإجرامية وذكائه الفطري، وبالفعل أمدوه بكميات كبيرة من المخدرات وبانتظام، وكان بيقوم بتهريبها إلى الجانب المصري عن طريق الأنفاق. وفي الجانب المصري تعاون معه أيضا ضعاف النفوس مثله ومثل أبيه، وانتشرت المخدرات في ربوع مصر كلها تقريبا بداية التسعينات. وكان الفضل الأكبر له هو شخصيا، لأنه كان بيبيع بأسعار أقل من أي تاجر تاني، وخاصة المخدرات اللي ما كانتش معروفة في مصر في الوقت ده زي الهيروين والكوكايين وحبوب الهلوسة والترامادول. كانت مخدرات أغلبها تخليقية، ما كانش المصريين متعودين عليها ولا كانوا يعرفوها. وما اكتفاش عودة بضر شباب مصر والتجسس عليهم، وكمان عرض على الجانب الإسرائيلي إنهم يمدوه بدولارات مزيفة يقوم بترويجها في مصر لضرب الاقتصاد المصري وإضعافه. واستمر عودة في الذهاب والإياب عن طريق الأنفاق بالمخدرات والدولارات المزيفة، لكنه كان بيحتاج لذراع يثق فيها في الجانب المصري. فاتكلم مع زوج أخته وهو أحد أبناء عمومته من قبيلة الترابين، وطلب منه إنه يساعده ويكون عينه ودراعه في مصر في كل الأمور، من جمع المعلومات أيا كان نوعها وتجارة المخدرات وتوزيع العملات المزيفة. وكان بيعتقد إن الجميع خاينين شكله، ما كانش يعرف إن هو وأبوه بس الفرع الفاسد في شجرة القبيلة. كان زوج أخته بينصت ليه وهو بيهز رأسه وبيوحيله إنه متجاوب معاه، وانتظر إنه ينهي حديثه وطلب منه مهلة للتفكير في الأمر لأن الأمر خطير. وبمجرد ما رحل عودة اتوجه زوج أخته مباشرة إلى مديرية أمن شمال سيناء، وطلب مقابلة أحد ضباط المخابرات لأمر هام. وبالفعل تحدد له لقاء مع أحد الضباط، وشرح زوج أخت عودة الموضوع بالتفصيل لضابط المخابرات، وطلب منه الضابط إنه يجاريه ويقبل العمل معاه. وبالفعل اتنصب كمين ليه على أحد منافذ الأنفاق السرية اللي كشف مكانها هو شخصيا لزوج أخته، وتم إلقاء القبض عليه ومعاه المخدرات والدولارات المزيفة، وكان معاه جواز سفر إسرائيلي الجنسية. فقعد يصرخ وطلب لقاء السفير الإسرائيلي اللي قابله بعد كده، لكن تمت محاكمته محاكمة سريعة واتحكم عليه بالسجن المشدد 15 سنة. وحاولت إسرائيل بشتى الطرق إنها تفرج عنه، لكن لم تفلح الوساطات الدولية ولا الضغط للإفراج عنه. كان وقت الحكم بيبلغ من العمر 19 عام، وما كانش حد بيزوره في السجن أبدا غير السفير الإسرائيلي. مرت سنوات ولم تتوقف إسرائيل عن محاولات الإفراج عنه، حتى إن بعض المحامين التابعين للكيان الصهيوني قاموا برفع العديد من الدعاوى القضائية ضد الحكومة المصرية، يتهموها إنها بتنتقم من عودة بسبب أبيه، حتى إنه
إنه تم رفع دعوى قضائية ضد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وحكومته بطلب تعويض قدره 100 مليون دولار، ولكن كل هذا لم يؤثر في عضد الحكومة المصرية، ورفضت الحكومة المصرية الإفراج عنه إلا بعد انقضاء فترة العقوبة 15 عام. وبالفعل بعد أن أتم فترة العقوبة وقبل أن تنتهي ب5 أيام عرضت الحكومة المصرية تبديله بمسجونين مصريين في سجون الاحتلال، فوافقت حكومة إسرائيل وتم التبديل، وعاد الخائن مرة أخرى لحضن أبيه الخائن الكبير، وعاد إلى أرض الخيانة والفساد، ولكن بعد أن تم القصاص منه ومن أفعاله تجاه شباب هذا البلد. وانتهت القصة وتسجل اسم سليمان ترابين في الملفات باعتباره جاسوس خان وطنه، لكن القضايا الأمنية لا تغلق بالحكم بل بتأثيرها. لما يتكرر الاتهام داخل نفس العيلة لا تعود الخيانة مجرد فعل فردي، بل علامة على خلل أعمق في الوعي وفي الظروف وفي الحدود الفاصلة بين الانتماء والمصلحة. دي مش قصة إدانة أشخاص فقط، بل فهم كيف تصنع الخيانة وكيف يمكن أن تنتقل من جيل إلى آخر، وهل يحاسب الإنسان على اختياره وحده أم على الإرث الذي ولد داخله.